كان في مؤتمر صحفي لكابتن البرتغال كريستيانو رونالدو قبل ماتش سلوفاكيا اللي هم هيلعبوه، واتسأل عن ميسي وقال ان المنافسة ما بينه وبين ميسي انتهت، واحنا في احترام متبادل ما بيننا. احنا مش اصحاب بس في احترام متبادل ما بيننا، ومفروض اللي بيحب كريستيانو رونالدو ما يكرهش ميسي، لان احنا شاركنا الاداء، او شاركنا مثلا تألق، وشاركنا مثلا المنصات التتويج لمدة 15 سنة او اكتر. وفعلا هو يعني قعدوا بقى بالنسبه لهم 15 سنه مثلا هم في منصه التوجيه هو وميسي بس، ما فيش حد غيرهم يعني بينافس. ف اتكلم على الحوار ده وقال لك المفروض اللي بيحب كريستيانو ما يكرهش ميسي، واللي يحب ميسي برده ما يكرهش كريستيانو، اللي هو العكس يعني. وان انا بحترمه، واحنا قعدنا تنافس، وحاليا ما عادش في تنافس ما بيننا خلاص. هو بيأدي اداء حلوه في امريكا، وانا برده بأدي اداءات حلوه، واحنا الاثنين على تنافس، واحنا الاثنين على مستوى عالي برده في امريكا او في السعوديه. وسأل على الحوار ده كذا مره من الصحفي يعني، ورد بنفس الرد برضو ان هو بيحترم ميسي وبيقدر ميسي، واحنا مش صحاب او مثلا ما نطلعش نتعشى مع بعض وكده، بس هو بيحترمه كلاعب وحاجات زي كده. وده جه كمان مع الاعلان على 30 لاعب المرشحين للبالون دور، واللي كريستيانو مش منهم بقاله او اول مره من 2005، يعني بقاله 18 سنه. كريستيانو اكتر لاعب تقريبا اترشح في تاريخ كره القدم للبالون دور، في ترشح 18 مره وترشح 18 مره، وكريستيانو وميسي اترشح 16 مره. فكان يعني المؤتمر لو اتفرجت عليه كان مؤتمر لذيذ، واتكلم برضو على السعوديه، واتكلم الصحفي ساله عن السعوديه وكده، وقال لك اديني هو كنت بتكلم من فتره وقال عليا مجنون، انا قلت ان السعوديه بعد كده الناس هتجيها والناس هتجيلها ومش عارف ايه، واللعيبه هتجيلها، ودلوقتي حاليا الناس ما بقتش مجانين لما جولها ومش عارف ايه. وانا سعدت، وانا يعني مبسوط ان انا ساعدت في تغيير ثقافه البلد ومش عارف ايه، واتمنى ان هم يتطوروا اكتر كده. واي بلد او اي دوري فيه انتقادات واللي عليه هجوم من الناس ومش عارف ايه، في حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه. واتكلم عن ميسي كتير في حاجات كتير. وبس كان ده المؤتمر الصحفي لكريستيانو رونالدو قبل ماتش سلوفاكيا اللي هو هيلعبوه. سلام.